ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اتكلم النهارده عن موضوع احنا كأمهات بنعيشه كل يوم، واوقات بيعدي كويس واوقات بيكسرنا احنا من جوه، وهو موضوع العند عند الاطفال. اللي هقوله النهارده ولا كتب ولا كورسات ولا فيديوهات التربيه الايجابيه، انا هقولك احنا واقع بنعيشه كل يوم من خلال تجربتي اللي وقعت فيها وقمت منها، ولسه برضو بقع وبقوم. هنشارك مع بعض 20 موقف كلنا بنمر بيهم، وهنفكر سوا في حلول عملية وممكن تريح قلبك زي ما بدأت تريح قلبي. لو مهتمة كملي الفيديو لغاية الآخر. ولو في مشكلة من المشاكل اللي احنا هنقولها مهتمة تعرفيها بتفاصيل أكتر، قوليلي في الكومنتات وأنا هعملك فيديو مخصوص للمشكلة دي. أول مشكلة إن هو ابني بيعند معايا كده وخلاص. طب تعالى ناكل؟ لأ. يمين؟ لأ شمال. طب تعالى؟ مش هاجي. فالأحسن إنك تعملي ايه؟ حبيبي تحب تعمل ده دلوقتي ولا نخليها بعد 5 دقايق؟ تاني موقف هو بيقولي لأ على طول. كل حاجة لأ مهما كانت بسيطة، حتى لو كان هو فعلا بيحبها. أنا أحيانا كنت بفتكر إن هو بيختبرني أو بيستفزني، لكن اكتشفت إنه بيحاول يثبت لي إنه ليه رأي، عنده احتياج إن هو يكون مستقل. الحل ايه بقى؟ خليكي مرنة، ولما يقولك لا قوله خلاص تمام ماشي، أنا هنا لما أكون جاهز هسيبك شوية، وشوفي بقى هو هيرجع لك بعد قد ايه. هيرجع على فكرة. في موقف تاني، إنه بيعيط لما بيسمع كلمة لأ. كل ما ارفض له طلب ينهار ودموع وصريخ. كنت بحس احيانا ان انا ظالمه، بس في الحقيقه هو فعلا ما بيقدرش يتحمل الرفض. فالحل ايه؟ ان انا اعمل له تدريب على الرفض من غير مشاعر سلبيه. يعني مثلا اقول له لا على حاجه بسيطه وواسيه بعد الرفض ده على طول. واهم حاجه انك ما تضعفيش بعد الرفض ده. رابع موقف عندنا هو ان هو بيرفض الاكل. انا طبخه وتعبت وهو برضه بيرفض الاكل بتاعي مع انه كان بيحبه. انا اوقات كنت بزعل وبضغط عليه، بس لقيت ان الضغط ده بيزود عنده العند. فبقيت بعمل ايه؟ اختيارات صغيرة. تحب تاكل في الطبق الأخضر ولا الأزرق؟ تحب نخلي الخضار في النص ولا على الجنب هنا شوية؟ لما بيختار بيحس ان هو بيتحكم فبياكل يبقى مبسوط. خامس موقف هو العند وقت النوم. بينام متأخر ويرفض يلبس الهدوم بتاعة النوم، بيهرب من السرير. أحيانا كنت بحاول أهدده واسيبه لغاية الآخر ينهار، بس لقيت ان الحل هو طقس النوم الثابت. كل يوم نفس الخطوات: هدوء، حكاية قبل النوم مثلا، صوت واطي، الأمن. فالحاجة اللي فيها روتين وأمن بيطمن الطفل. سادس موقف هو العند وقت اللبس. مش عايز يلبس اللي أنا عايزاه، بيعافر معايا كل يوم الصبح. فالحل انك تجهزي له لبس بكرة مثلا من النهاردة، ويختار ما بين حاجتين انت فعلا موافقة عليهم، ويفضل ان هو يحس ان هو بيشارك. سابع موقف ان هو بيعند وسط الناس. اخرج يبتدي بقى يصرخ ويرفض ان هو يمشي، وكنت ببقى محرجة جدا احيانا، واحيانا بحس ان انا هنفجر. فالحل انك تقفي معاه قبل ما تخرجي وتقولي له ايه اللي هيحصل النهارده، هنعمل ايه، وتديله السيتويشن بتاعت اليوم كله. وممكن تاخدي معاكي لعبة او نشاط بسيط مثلا هو بيحب يعمله، فالصدمة اللي انت قلت فيها هتقل شوية شوية. تامن موقف انه بيكره المذاكرة، مش عايز يقعد. فالحل حولي المذاكرة بتاعته دي اللعب. خلي مثلا يرسم لو هو بيحب الرسم، يحرك جسمه شوية وهو بيحفظ. مثلا الأطفال ما بيحبوش يقعدوا على المكتب زينا، احنا زي الكبار ما بيقدروش يقعدوا وقت كبير وكمية كبيرة. تاسع موقف ان هو بيغير من اخوه، يبدأ يعاند بقى معايا لما اشيل البيبي. فالحل عندك ايه؟ ان يكون ليه وقت ليه هو لوحده في اليوم، حتى لو 10 دقايق بس فعلا فعلا بقلبك. ساعتها بيحس ان هو مش مهدد ان انتي هتسيبيه. عايش الموقف ان هو بيكسر القواعد، يعني عارف القاعدة وعارف احنا مرتبين ايه ويكسرها. الحل انك تفضلي مثبتة القاعدة وما تغيريهاش. العواقب بقى تكون ساعتها واضحة على حسب سنه ومناسبة للوقت والموقف اللي هو عمله. دلوقتي انا عايزة اقولك حاجة مهمة: انتي مش فاشلة، انتي بس مرهقة. انا عرفت ان الطفل لما بيعاند ما بيبقاش بيكرهني، وبيبقى عايز يقولي يا ماما ساعديني. ومرات كتير كنا احنا كمان اطفال وعناديين جدا. كل ما تهدي انتي من جواكي هتقدري تهوني عليه هو كمان. وبعد ما مشينا سوا في 10 مواقف يمكن تحس دلوقتي انك مش لوحدك. احب اقولك ان التغيير مش بيحصل في يوم وليلة، بس كل خطوة صغيرة هتفرق معاكي انتي. كل مرة ما تصرخيش فيها، كل مرة فهمتي بدل ما حكمتي عليه، كل مرة حضنتيه بدل ما قلتيله انا زهقت. كل ده بيوزع في ابنك حب وهدوء، وهيرجع لك كل ده بعدين. انا ماريا وام زيك بتغلط وبتصلح، بس قررت ان انا احب نفسي وسط التعب ده كله، واصدق ان علاقتي بابني تستاهل كل المجهود والتعب اللي احنا بنحس بيه. لو الفيديو ده لمسك ولمس قلبك شاركيه واكتبي لنا في الكومنتات وقولي اكتر حاجة بتتعبك، وخلينا نكون سند لبعض. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي هننزلها، واستنوا بارت 2 لبقية المشاكل وازاي هنحلها. ولو عندك مشكلة عايزانا نتعمق في تفاصيلها انا هنا عشان خاطر اساعدك. قوليلي في الكومنتات وانا هعملك فيديو مخصوص ليها.
شكرا ان انتوا كملتوا الفيديو لغاية الاخر. باي باي.